بيتنا الجديد يصعبني يضلل عليه بحبه لينا طول ما القلوب فيها عمار هيعمار العش بينا بيتنا الجديد يصعبني يضلل عليه بحبه لينا طول ما القلوب فيها عمار هيعمر العش بينا أفراح هتملى أركانه البسيطة تتبارك بيه أيادينا النشيطة أفراح هتملى أركانه البسيطة تتبارك بيه أيادينا النشيطة عالصخر ثابت بيتنا الجديد. أعزائي مشاهدي قناة الطريق، أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من حلقات برنامجنا بيتنا الجديد. حلقة النهاردة هتكون مختلفة شوية، معانا فيها الأستاذ ناجح فرج محامي بالنقد. برحب بحضرتك. أهلا بيك يا نانسي. ليه مختلفة الحلقة النهاردة؟ عشان دايما بيبقى عندنا فكرة عن المحامي ان هو جد قوي وملتزم قوي ومفيش هزار كل حاجة، او ده اللي احنا واخدينه، يعني مش ممكن تكون دي الصورة الأساسية لأنها بتبقى بتختلف من شخصية لشخصية. بس دايما لما بنشوف محامي بنشوف بدلة، بنشوف جرافطة، بنشوف التزام، بنشوف مواعيد، بنشوف ضبط. قليل قوي لما بنشوف هزار وتهريج، وده على عكس اللي أنا شايفاه خالص النهاردة واللي أنا عارفاه عن حضرتك. فالحلقة هتبتدي الأول بالمحاماة، لكن هنشوف بعد كده هتوصل لإيه. فطبعا حضرتك منورنا في بيتنا الجديد. ربنا يخليك واهلا بيك وبكل الساده مشاهدي قناه الطريق. اهلا بحضرتك. طيب في البدايه بقى مدام معانا الافوكات ناجح فرج، يبقى هنتكلم شويه عن مهنه حضرتك وايه الصعوبات اللي ممكن تكون بتقابلك في مهنه المحاماه. هي طبعا انا يعني في البدايه انا بعتز بمهنتي باني محامي، لان مهنتي المحاماه لقيت نفسي فيها حققت لي كل طموحي الحمد لله. مهنه المحاماه مهنه مش زي ما الناس متخيلها ان هي مهنه فهلوه زي ما بيقولوا، وبكلامه خلاص المحامي ياخد فلوس. لا، ده انا المهنه ليها قواعدها وليها ثوابتها وليها اصولها. يعني هدي مثل بسيط على مدى اهميه مهنه المحاماه. الروب نفسه اللي اتعمل المحامي ده ما اتعملش كده. روب المحامي اسود وفي فرو ابيض نازل منه وفي جيبين، بس الجيبين دول اصلا فاضيين على فكره. يعني تحط ايدك كده ما تلاقيش جيوب للمحامي، لان الحكمه اللي اتعمل منها الروب ان المفروض ان المحامي بيدافع عن اي مظلوم او عن اي حق بصرف النظر في مقابل ولا لا، عكس ما الناس متخيله. روب المحامي ملهوش جيوب عشان كده. وفي نفس الوقت هي مهنه امل ومهنه اصرار وعلم ودراسه واخلاق. الفرو الابيض اللي موجود في الروب الاسود بيقول لو جميع الادله اللي موجوده قدامك بتدين المتهم او انت شايف ان الامل مفقود، لا، فهناك ذره امل متمثله في الفرو الابيض الموجود في روب المحاماه. فانا في اعتقادي ان هي مهنه بتتسم بالسمو، بالرقي، بالعلم، بالثقافه، مش مهنه فهلوه زي الناس متخيله. بس انا وانا بقدم دلوقتي بقول ان في ناس واخده فكره عن المحامين ان هم جد قوي وان هم مكشرين كده ونظام بقى، ان انا ابقى ملتزم في كل حاجه. كون ان انا اكون ملتزم دي حاجه كويسه، بس هم الفكره ان الخط نفسه بتاع المحامي يبقى واخد ليه شكل كده معين زي ما بيصوروه في جميع الافلام والمسلسلات، ان هو حد يعني جد قوي. هو كونه جد ده مطلوب في وقت ما يتكلم في الجد. يعني
لو هو متهم بيترافع في قضيه وبيحضر تحقيق قدام نيابه، مش معقول هيقعد يهرج. أيوة. لكن لو ظروف الواقع قدام المحكمه استدعت لموقف كوميدي بما لا يخل بنظام الجلسه وبما لا يخل باداب المهنه وبما لا يخل بكرامه المحامي، ويكون مزاح يخدمه في قضيته، المانع ان يعمله؟ انا عن نفسي بعمل كده. يعني لو يعني كتير لقيت قوي اللي يعرف حضرتك طبعا وشايفنا دلوقتي عارف استاذ ناجح يعني شخصيه ايه بالظبط. بس انا ما جيتش ببدله النهارده مخصوص. لا طيب، في اكيد طبعا مواقف كتير، يعني احنا مش هنتكلم عن المحاماه والقواضي اللي حضرتك بترافع فيها والحاجات التقيله اللي صعب علينا فهمها، لكن اكيد في حاجات غريبه دايما بتحصل في كل مهنه وحاجات كده بتحصل فجأة ومواقف بتبقى محرجة أو حاجات صعبة فإيه الحاجات اللي ممكن تكون قابلت حضرتك، المواقف الغريبة في القواضي بتاعت حضرتك؟ هو في مواقف كتير قوي ممكن يتفاجئ المحامي وهو على المنصة واقف بيترافع بسؤال من المحكمة مش على البال وعلى الخاطر، خصمي بيقدم دليل هو مش عامل حسابه ليه. فالمفروض ان المحامي يكون ذهنه حاضر، لماح، ذكي جدا، يتوقع كل شيء، وفي يعني يكون عنده القدرة ان سريع البديهة. طبعا سرعة البديهة دي مهمة جدا، لان هو لو ما عرفش يتصرف يعني هيسيء لموقف الموكل بتاعه. ففي حاجات كتير بتصادف المحامي، في مواقف كوميدية تضحك وفي مواقف تخوف، لكن في كل الأحوال هي مهنة صعبة جدا. والمحامي يعني أنا ورثت من المهنة السكر والضغط رغم ان انا شخصيتي وطبيعتي شخصيه مرحه، بس يوميا المحامي المفروض انه بيجمع ما بين مشاعر مختلفه في وقت واحد. يعني حضرتك متخيله لما يبقى المحامي قدام محكمه الجنايات عنده قضيتين وبينتظر اخر الجلسه، كم القلق من بعد ما بينتهي من المرافعه بتاعته لحين صدور الحكم، بيكون قلقان جدا. انا واحد ما بحبش حد يتكلم معايا في الوقت ده، حاجه من الاتنين، يسكت خالص يهرج عشان اكسر حده التوتر اللي جوايا. وتخيلي بقى لو الواحد عنده 2 متهمين في قضيه ويتفاجئ اخر الجلسه ان في واحد اخذ ادانه وواحد اخذ براءه، والمتهم ده موجود في القفص والمتهم ده موجود، واهل المتهمين الاتنين موجودين. فالمفروض انه بيجمع ما بين مشاعر حزن ومشاعر فرح في وقت واحد، شيء صعب. يبقى فرحان مع اللي خد البراءه وزعلان مع اللي خدوا حكم. فيها مهنه بلا شك صعبه. يعني حضرتك عندك في كل يوم تقريبا او في كل قضيه وفي كل جلسه زي امتحان مستني نتيجته. وانا يعني انا اشتغلت لغايه السنه دي 32 سنه محامي، منهم 19 سنه محامي جنايات. لكن في الوقت الحالي انا بعدت عن مجال الجنائي بمشاكله وخدت اتجاه تاني خاص بالبنوك والشركات وكده. يمكن ده اللي من بعد الاتجاه ده فضيت لهوايتي التانية اللي هنتكلم عنها بعد كده. ربنا يديك الصحة يعني. بس احنا ما كناش عاوزين نقول العمر بتاع فترة العمل يعني عشان بس 53 سنة وشهرين. ربنا يديك الصحة دايما. طيب، في مشاكل كتير مننا بيقع فيها وبنبقى مش فاهمين ده اللي احنا بنعمله ده صح ده غلط. في قواضي نصب ممكن تكون بتحصل على كل واحد فينا او على مشاهدينا واحنا مش واخدين بالنا. فيعني ايه اللي حضرتك تحب تقوله مثلا للناس ياخدوا بالهم منه؟ بصفة عامة في نوع من المعاملات ما ينفعش حد يعملها مهما كانت ملكاته ومعلوماته القانونية انه يعملها بنفسه. يعني انا لما اروح اشتري شقة ولا ابقى اتعاقد على اي شيء، دلوقتي بقى سهل جدا ان انا اطبع صورة من عقد موجود على احد المواقع موجودة على الانترنت واملى البيانات. في مسائل معينة اجهلها. فانا لو اخدت محامي راح اشتري شقة مثلا بنص مليون جنيه، لو خدت محامي هديله 1000 جنيه 2000 جنيه 5000 10000 جنيه ايا كان المحامي اللي انا هاخده والمبلغ اللي هياخده، واضمن صياغة قانونية تقيني من مشاكل مستقبلية. يا ريت الناس تعي ده، يكون في وعي قانوني. اي نعم في فرق ما بين الثقافه القانونيه وفرق بين ان انا اطبقها. مش عيب ان انا يبقى عندي ثقافه قانونيه وببقى عارف حقوقي فين ورايح فين، بس عند الصياغه وعند ابرام اي تعاقدات يا ريت الناس بالفعل
محامين كتير، يعني ياخد محامي معاه في واقعة تأجير، واقعة بيع وشراء، ايا كان العلاقة اللي بيحاول يدخل فيها، وجود حد متخصص بالفعل حتى لو هو دفع جزء فوق، كلفه جزء فوق المصروفات والأعباء، إلا أنه هيقي من مشاكل كتير مستقبلية. اكيد. بالنسبة للمجال الجنائي أنا اشتغلت فيه كتير، كان فيه الناس تكون أكتر حذر، يعني وقائع النصب. أنا لسه قاري في واقعة منشورة على الإنترنت إن في ولاد انتحلوا صفة ضباط، واخدوا واحد قعدوا يسالوه شويه اسئله واخدوا الفلوس منه ونزلوه تقريبا في ميدان التحرير او حاجه زي كده، ولما رجعوا له الفلوس بتاعته شافها لقاها ورق جرايد. على فكره ده نوع معين من جرائم النصب، وكان يطلق عليه اسم ثوره، ده مش من قبل 25 يناير، ده تخصص في الجريمه، المتخصصين فيه عارفين نفسهم قوي. على فكره رجال المباحث يعرفوا يعني ايه ثوره، تشكيل ثوره، والمتهمين اللي شغالين في الموضوع ده يعرفوا يعني ايه تشكيل ثوره. يبقى عباره عن هم 3، يعني انا كنت بستغرب، والثلاثه دول بيركبوا تاكسي مش عربيه ملاكي. واحد فيهم سواق، وواحد فيهم بينتحل صفه ضابط، وواحد ثالث ده اسمه جرار. كان فكرة النصب على الناس بتيجي من خلال الضابط، أول واحد بيركب، بعديه الضحية يعني بيشاور لتاكس، يعني بيروح راكب معاه، والتالت بعد كده بيركب معاهم اللي هو تبع العصابة أو تبع التشكيل اللي موجود ده. فكان بيبتدوا يتكلموا في الجرار ده بقى اللي هو السوسة بتاع العصابة، يبتدي يتكلم البلد مش عارف ايه، لو ربنا يريحنا، المهم يبتدي يتكلم كلام في السياسه. فالضابط ده بيقعد يعرفه بنفسه، انا فلان الفلاني ضابط في الحته الفلانيه، ووريني اللي في جيبك. فكان في الوقت ده وده اسلوب اكيد دخل عليه التعديل والتعريس، كان يلاقي عنده اي شيء ممنوع. ايام الدولار ما كان بيبقى ممنوع، يلاقي معاه يا دولار يا مخدرات يا مطوه، فيبتدي يقول له انه هياخده معاه للاسم، يحرر له محضر. فالضحيه بيبقى قاعد، في الغالب بيبقى ياخده من قدام احد البنوك، وكانوا بياخدوا معظم الاجانب، يعني كانوا بينقوا ناس معينه يعني. هم الاول كانوا بياخدوا العرب، بياخدوه من العرب، لكن دلوقتي تقريبا بياخدوا اي حد، يعني عشان ما فيش سياحه او السياحه قليله. يبتدي بقى يناقش الضحيه في ان حضرتك معاك الباسبور بتاعك اشوفه او بطاقتك او حاجه زي كده، ويبتدي يقول له طلع الفلوس اللي معاك، انت ليه بتخلي فلوسك كلها معاك، ما بتسيبش اغراضك في البيت او حاجه زي كده. في الوقت اللي بيكلم زميله بياخد الفلوس ويسال السواق على ورقه جورنان يلف الفلوس قدامه، هو بيلفها قدامه، شاف الفلوس لف، فبيعمل غيار. الغيار ده بيبدل بسرعه، والضحيه ما بياخدش باله، يكون بدل الفلوس من تحت رجله بغيارات مجهزه على 1000 5 10، ويديها له بياخدها، بيصدق لما ينزل في اقرب مكان بيفتح الفلوس بالايه وراء جرام. وطبعا في انواع كتير، يعني في نصب سكه الذهب دي، اللي هو الست الطماعه اللي بتركب عربيه بتلاقي خليجي بيتكلم عن انه معاه الطياره ومعاه ذهب ما يقدرش يخرج بيه لو في ذهب مصري، السواق يبتدي يقول يا ريت. فهي من الطمع. بس لسه لحد دلوقتي الكلام ده بيحصل؟ في وقائع كتير، هو في ابتكار، يعني كل ما بيبقى في تكنولوجي. في الوقت الحالي على فكره في ناس في مجال في البنوك والمكن الكريدت. اخر قضيه انا شغال فيها في الوقت الحالي، بيجيب حاجه زي فلاشه يحطها في المكنه، وحضرتك بتروح تصرفي الفلوس، بتضربي الرقم بتاعك والباسورد وكل حاجه، بيتنقل كل ده على الفلاشه، بياخدها وبيصطنع كريدت مزور، وبيدخل على المكن وعارف بقى كل الارقام حساباتك والرقم السري، وبيسحب بيها فلوس. واحنا ازاي ممكن نخلي بالنا من حاجه زي هي دي بقى الموضوع يخص البنوك اكتر من الافراد، يعني هي البنوك بتحاول تعمل تامين للموضوع ده اكتر من الافراد. لان كل ما بيكون في تكنولوجي
اكيد طبعا الحاجات دي كمان كلها. يعني انا اشتغلت قضيه من 10 سنين واتكررت. انا مستشار لاحد البنوك. ولد عنده 19 سنه مصري قدر ياخد اصطنع او قلد موقع لاحد البنوك بينزله بالظبط زي ما هو موجود على الويب، ويبتدي يبعت ايميلات عشوائيه ل 100,000 ايميل ولا 200,000 ايميل. احنا البنك الفلاني من فضلك ادخل اعمل ابديت للمعلومات بتاعتك وحسابك عندنا. فالانسان بيدخل يجدد البيانات، يحط كل البيانات. البيانات دي بيصادف منها فعلا عدد معين بارقام حقيقيه لهم حسابات حقيقيه. ما كانش في نظام تحويل في مصر عن طريق الانترنت، فكان بيبعته لعصابه خارج مصر. الولد ده عمل فلوس كتير قوي عنده 19 سنه. ولما جت المعلومه من انجلترا، يعني جت المعلومه بان في عندكم ولد بيستخدم جهاز الاي بي بتاعه الفلاني، رقم تليفونه في الحته الفلانيه، وقبض عليه بالفعل بالجهاز بتاعه بالحاجه بتاعته. ده ايه ده؟ فبالتالي الواحد المفروض يتاكد قبل ما يحط او يدي اي معلومات على الانترنت من صدق المعلومه، اللي يتاكد من البنك. لكن ليه اي حد يقول لي حدث احط بيانات؟ خصوصا ان خلاص يعني بقى سهل قوي ان اي لوجو يتقلد او اي فونت او اي صفحه ولا اي. الموضوع ده بقى سهل جدا. هو لو قبل ما يحط المعلومه لو اتصل بخدمه عملاء سالهم بالظبط بالارقام اللي موجوده، قال لهم بالفعل انتوا طالبين كذا، هيتاكد بالفعل ان الموضوع ده صح ولا يعني رغم ان احنا دايما بنسمع تنبيهات كتير وبرامج كتير بنتفرج عليها خدوا بالكم بيحصل حاجات نصب كتير، بس برضو لما بيحصل الحاجه زي كده وحد مننا بيجيله ميل ان هو يبعت بياناته او يجدد بياناته، بتلاقيه عادي بيعمل كل حاجه ويقول مش يعني مستحيل قوي، يعني مش للدرجات دي، يعني هو هيستفيد ايه؟ ده مجرد حساب. لا يعني لازم دايما نبقى واخدين بالنا لان الحاجات دي فعلا بيبقى فيها نصب كتير. في حاجه تانية عايز اقولها بخصوص قروض السيارات. الناس اللي بتروح تاخد عربيات من المعارض، هو بيلاقي معرض بيسهل له الموضوع قوي، بيقول له من غير تقديمه هديك عربيه. فبتتعمل عمليه نصب. في نصب هنا بيتم مع المعرض ومع المندوب اللي موجود. نهايته بيكون ان المواطن او بيدخل في عمليه استيلاء على مال عام. هو ما بياخدش منه تقديمه، بس بيكتب في الورقه على غير الحقيقه بالفعل ان هو دفع 25%. ولما بنسال بيقول لا دي اجراءات عاديه. وبيجيب يديله عربيه مثلا جميع الكماليات. لكن ساعه ما بيستلمها عربيه فاضيه. هو عمل دي عشان يعفيه من شرط لان ما فيش قرض 100% بيطلع تمويل للسياره او حاجه، ما بيطلعش 100%، بيطلع اقل من كده، يعني ما يزيدش عن 75%. فهو بيقنعه انه ما تدفعش تقديم، وبعد كده يبص يلاقي الاقساط اللي جايه له عليه قسط بمبلغ كبير غير اللي هو متوقعه. يدخل في جدل ومشاكل. النتيجه ان هو ممكن بيلاقي نفسه داخل في مساءله قانونيه وقضائيه. يعني يا ريت كله يخلي باله بقى من الحاجات اللي الاستاذ ناجح بيقول لنا عليها النهارده، ودي فرصه يعني حضرتك بتلفت نظر المشاهدين لحاجات ممكن يكونوا مش واخدين بالهم منها، وممكن يكون مشاكل بنقع فيها من غير ما نحس ونلاقي علينا بقى قواضي لا، هي الموضوع لو المواطن بس يسال يتاكد من المعلومه قبل ما يسمع اي حاجه تغري. يجي له مسج، يجي له انت كسبت النهارده، يفرح قوي لا يعني المسجات بتيجي كل يوم فعلا على الموبايلات، مبروك كسبت العربيه ولازم تدخل السحب وبعت لنا بياناتك وحاجات كتير فعلا. انا معلش جالك تحويل ب 10 جنيه. عايزين نخرج بقى من جو المحاماه والقواضي والحاجات اللي هي بقى فيها تنشنه وشد اعصاب وخوف. ايوه عشان افك. ايوه وندخل. انا ملاحظه فعلا حضرتك واحنا بنتكلم عن القواضي لا يعني لا فك بقى. النهارده هنتكلم عن يوميات افوكات اللي دايما من متابعين صفحتك على الفيسبوك بيقروها، وهي تقريبا بتنزل بشكل يومي. فاحنا عاوزين نعرف في الاول بس فكرتها جت لحضرتك ازاي؟ هي انا زي اي حد عادي له صفحه على الفيسبوك، ومواكبتي للحدث، انفعالي للحدث اليوم اللي بيحصل، سواء حدث ايا كان بيفرح بيزعل يضحك اي حاجه، احساسي بطلعه في كتابه بسيطه كده، قد تكون رباعيه او
يعني حاجة عامية بكتبها أو نصيحة بالشكل ده، وهي لقيتها بتعجب الناس فاطلقت عليها يوميات افوكات. افوكات. وافوكات مستمد من افوكا محامي يعني اه. يعني دايما لما كان بيصادف وان انا بقرا الحاجات اللي حضرتك بتنزلها في يوميات افوكات، فبلاقيها مطابقه زي ما حضرتك بتقول للحدث اللي حصل في اليوم نفسه. فكان في كام حدث كده عدى علينا الايام اللي فاتت، كان من ضمنها تعرية امرأة المنيا او سيدة المنيا، وكان طلع بعديها بقى كلام كتير والغيطي وحاجات كتير سمعناها. فكان في منها الكلمة اللي انت كتبتها عن الاعلامي. هو انا طبعا يعني ما فيش خصومه بيني وبين حد، بس طبعا بقول ان اي معلومه في الاعلام لازم نتاكد بالفعل، لان الاعلام وظيفته مش سهله خالص، ده بيدخل كل بيت، والمفروض المصداقيه، والناس بتصدق، والناس احنا في فتره صعبه قوي يعني. في ازمه ثقه في كل حاجه، يعني في شك في كل كلام بيتقال، وكل معلومه او خبر بتلاقي ما بين مؤيد وما بين معارض. ودليل في كده، لا ده فلان قال في البرنامج بتاعه انه ما حصلش، وفلان يقول حصل. فانا في اليوم ده يعني ما عجبنيش الطريقه اللي كان اتكلم بيها عن سيدنا، وخدت من الموضوع ده عنوان مش ليه هو بالذات، لكل حد بيحاول اخفاء الحقيقه. وكتبت رساله الى كل غيطي يعني، وكتبتها باللهجه الصعيديه احنا عايزين بقى الاداء، عشان احنا قريناها لكن ما سمعناهاش. قالوا الرجوله ادب مش هز كتاف، ده جنون قديم وعرف من الاعراف، وبالنخوه والمروءه تكمل الاوصاف، موت راجل ولا تعيش جبان خواف. بس اللي حاصل حدانا في الصعيد، اللي بيقول الحق بيسموه تصعيد، وشفت مذيع قال في الأنبا قصيد، في قلة الأدب وللغلط عمال يصيد. يا غيطي بلاش لا تولع الفتنة في غطنا، كفاية العمدة سابهم يحرقوا في بيتنا، وزفوا الست عريانة وآية فضحتنا، وآخرتها لا يوافقوا أو يقولوا يا ريتنا. اسكت خالص، اسكت خالص، ولا خلي كلامك موزون، أحسن ما تزعل منك 90 مليون. ما تقولش طائفية ومسيحية ويحزنون، دي المواطنة القضية وسيادة القانون. هايله. هايله، والطريقه كمان هايله. يعني كانت من ضمن برضو الحاجات المهمه اللي عملت ضجه كبيره طبعا انا في الرساله بقول يا جماعه الموضوع ملوش علاقه آه. بالدين، دي امراه مصريه، والموضوع اتكرر بعد كده في الشرقيه. بالظبط. يعني الموضوع مش موضوع مسيحيه ولا مسيحيه، احنا الموضوع ده ما عندناش احساس بدونيه في حاجه، وطول عمرنا عايشين مع بعض، وما زال في ناس او المحبه موجوده. لان انا في رايي وفي اعتقادي الشخصي ان بذره الحب اللي موجوده جوه كل انسان مش من صنع الانسان، فهي موجوده من الله، وطالما الله موجود فالمحبه موجوده. اكيد. بس فعلا معبره جدا، وممكن تكون ما فيهاش يعني اي هجوم على شخص بعينه، بس فيها كلام معبر عن كل اللي كان بيحس بيه كل واحد سمع الحلقه دي بالاخص. وكان اليوم ده بيوت كتير نايمه زعلانه. هو طبعا الاستاذ محمد رجع اعتذر بعد كده، وانا شفت رد فعله ان هو يعني سيدنا كمان اتصرف بمحبه، نبعت له رساله ان هو بيتاسف له على كل ان كان في حد اهانه او اهان اسرته بسببه، فهو بيعتذر له. وانا شايف ان المحبه هي دائما الفائز الوحيد في كل شيء. في كمان برضه عاوزين يوميات افوكات عن الفيسبوك. اوعى حاسب من الفيسبوك. الفيسبوك ده يعني عالم، يعني عالم جميل، يعني فاهماني. بس لو استخدمناه صح.
هو طبعا فيه الصالح والطالح، وفيه بتلاقي فيه المحبة والوئام والكره والانتقام وكل حاجة موجودة، كأنه العالم الواقعي بالظبط يعني. فأنا كتبت الفيسبوك بقول خلي بالك اوعى حاسب بالفيسبوك، اقفل بقك، اوعى تفضفض، اوعى تفك، صون اسرارك، اوعى تقولها حتى لجارك، دول فاضيين على طول تلاقيهم لوك لوك، خلي بالك اوعى حاسب بالفيسبوك. يقول لك عيب، ده انت سرك جوه بير، وقبل ما يقفل ويقول باي وبكل ضمير تلاقي سر الانبوكس بقى في الشير، وكام لايك مع كومنت والكل يعك، خلي بالك اوعى حاسب بالفيسبوك. ولا البيت حته ندل وعامل فيها جنتلمان، كله رقه ويا طعامه بحر حب ويا حنان، وبكل شهامه يزر في صاحبه مع اصحابه، بجد حقيقي الاخلاص تلاقيه في الدج، خلي بالك اوعى حاسب بالفيسبوك. وتشوف الهانم كلامها يجنن ولا فيها تشك، انت مين من وشك تهرب وفجأة تسك، عليها تدور ومن غيرها الفيس منور، تطلع واد وعامل لي سعاد ودليت ويا بلوك، خلي بالك هو حاسب بالفيسبوك. وتعمل اد للست وداد لجمال الصورة وجمال القد والشياكة، تقول سنيورة، تلاقيها يا ابني حتة جلدة كاسية ماسورة، فردة صندل وعمالة في الأرض تدق، خلي بالك هو حاسب من الفيسبوك. طبعا هو موضوع كبير بصراحة يعني فظيع يعني، فعلا ده اللي بيحصل بجد يعني، حاجات كتير بس يعني. معمول بسياق حلو أنا جدا. كاتب في السياسة وفي الدين وفي صفحات حتى بتاع الكشري اللي عامل له فانز كله، يعني كاتب كل الحاجات اللي بشوفها في الفيس كتبت عنها يعني ممكن يكون ناس كتير قرت الكلام ده وشير بقى زي ما حضرتك بتقول، شير وما عرفوش مين اللي كاتبه، او قروا الاسم مثلا يوميات افوكات وما يعرفوش ان استاذ ناجح. حته تانية هقولها عن في الفيس، بقول صفحه تانية تلاقيها باسم الدين، صفحه تانية تلاقيها باسم الدين عماله تشتم لا وتسب في ناس تانيين، والجنه حكر عليهم والنار دي للكافرين، الرحمه يا عالم الرحمه، ده شباب نصاري يشك، خلي بالك هو حاسب بالفيسبوك. فعلا. وده فعلا من كتر الصراعات والكلام الغير حقيقي وتوب الدين اللي بقى يلبسوا اشخاص بقوا عصرا الناس كتير قوي في كل مكان. يعني انا ادي نصيحه وانا اصلا مثال سيء، فالشباب في الوقت الحالي بقت فيه مشكله كبيره ولازم نصحابها لفوق. فيسبوك الشباب كمان كتير بقى يعني ما بقاش يثق سلاح في الدين او كلام الدين اصلا، بالظبط. كلام اللي بيقولوه رجال الدين، لكن الدين طبعا عمره ما يتغير. بقالها قد ايه يوميات افوكات مع حضرتك؟ لا هي من زمان، بس انا اعتزلت الفيسبوك لمده 3 سنين ورجعت له من سنه. دي فتره طويله قوي. 3 سنين من 2012 ل 2015. ده ايه السبب؟ ولا اسباب شخصيه يعني؟ لا ما هي مش يعني الوقت اللي كانت فيه ظروف البلد كده، يعني كان كل حاجه في صراع وفي يعني فتره كده الواحد اعصابه ما اتحملتش اللي بيحصل ما بين الراي والراي الاخر، ففضلت ان انا يعني ابعد شويه بس مش اكتر. طيب عايزين حاجه تاني من يوميات افوكات حضرتك اللي تختارها لنا. حاضر. يعني في بمناسبه اللي حصل في العمريه، الناس اللي بتهجر والناس اللي بتقتل، الحاجات الحلوه اللي احنا دايما بنسمع عنها وبتبسطنا كده. من يوميه بقول له شغل مخك، بقول يلي ما عندكش عقل تفكر، عامي عينك للخير قلبك متسكر، عمر الدين ما قال يا لعين للناس تهجر تقتل وتفجر، ده رب وربك هو الفاحص للقلوب، تعليمه دايما بتفسرها بالمقلوب، يقول لك حب تلعن وتسب، غبي ومصدق ان الطور محلوب. فعلا وعجبي فعلا. فاصل
صغير وهنرجع تاني ومع يوميات افوكاتو مع استاذ ناجح فرج. انتظرونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع استاذ ناجح فرج محامي بالنقد. والنهارده الجزء الاولاني كان عن محاماه وكان فيه شويه نصايح من استاذ ناجح، لكن الجزء الثاني هيكون عن الاعمال اللي الاستاذ ناجح بيعملها كهوايه. كلمنا عن يوميات افوكات في الجزء الاولاني. عاوزين بقى ندخل في الحاجات اللي حضرتك شاركت فيها، سواء كانت اعمال فنيه او دينيه او وطنيه. يعني من ابرز الحاجات اللي حضرتك شاركت فيها وناس كتير ما يعرفوش ان دي مثلا تأليفك او القاء صوتي، او يعني حضرتك كلمنا عنها شويه. وانا الموضوع بدأ معايا من فترة مع المركز الكاثوليكي المصري للسينما. فبدأت كان المركز لغاية قبل الثورة، قبل 25 يناير، كان بيعمل حاجة اسمها مشوار نجم. مشوار نجم كان غير، على خلاف المهرجان اللي بيعمله المركز الكاثوليكي اللي هو بيعرض فيه أفلام وجوائز، كان بيكرم رموز الفن، الفنانين الكبار العظام قوي. وشاءت الظروف ان انا طلبت ان انا ممكن اقدم حاجة عن سيرة او حياة الفنان اللي ممكن يتعمل له ده. في البداية ابتديت بان انا كنت بقف تحت المسرح يعني عادي ويجيبوا لي مايك. عملت ده مع الفنانة سميرة احمد ونصرة وحسين فهمي. الموضوع عجبهم وقالوا لي اطلع فوق بقى. الموضوع كبر. ففعلا كنت يعني بحاول اجيب مزج ما بين سيرة الفنان اللي بيكرم. بقول ان دي حاجة انا حسيت اني واجب علي ان كمان لازم اشارك فيه، اني اعمل له حاجة يعني تخلد اسمه. بجيب سيرته، سيرة حياته، بحاول ان انا ابقى اطلع على الشخصية واعماله الفنية، واعمل نوع من التداخل ما بين العمل وحياته. يعني اجيب الاسماء الافلام او الاغاني او المسرحيات وبكتبها في السيرة بتاعته. وكان بتطلع بشكل عجب الناس وعجب كمان الفنانين. اللي عملت موضوع ده يعني مع الفنان الكبير عادل امام، كتبت له حاجه اسمها ملحمه الزعيم. فنان محمد صبحي الجوكر، الله يرحمه عمر الشريف المواطن المصري، الله يرحمه عمار الشريعي. الفنانين كلهم كبار وعظماء بصراحه. عملت ده مع الفنان محمود عبد العزيز، مع الفنان حسن حسني. وتوج كل ده طبعا بفرصه عمري اللي ما كنتش اتخيل ان هي ممكن تحصل، ان انا شاركت في تكريم المرحوم الفنان وديع الصافي. حتى كتبت له نغم الانغام، كتبت حياته في 163 بيت. وقدر لي ان انا اكون محاور له مع ابونا بطرس دانيال رئيس المركز المصري الكاثوليكي للسينما. وكان اللقاء من اعدادي وتقديمي انا وابونا، وحلقه كانت جميله قوي. كنت حاسس ان انا الراجل من عظمته، يعني بتكلم مع والدي وراجل جميل خالص يعني. وشاركت كمان تاني في حاجة اسمها يوم العطاء السنة دي 2016، كان السنة الثامنة، بس للأسف لظروف منعتني إن أنا أشارك فيه. شاركت في تقديم حفل يوم العطاء. ويوم العطاء ده فكرته كانت برضو المركز بيحاول يكرم رموز مختلفة بقى، مش فن بس، يعني ناس قدموا للمجتمع شخصيات عامة وقدموا. وعلى فكرة وفي شخصيات مش عامة، يعني الظروف أوجدتهم في ناس محدش كان يعرف عنهم حاجة.
وكانت لفتة من المركز ان نفكر الناس بيهم. وكان بيتم الاختيار، كان بيبلغوني في المركز قبلها بشهرين هنكرم 20 اسم 25 اسم. فجنب شغلي كان بيبقى شيء طبعا مجهود صعب طبعاً. جدا. طبعاً. كنت بحاول اجمع داتا عن الشخصيات اللي بتكرم واكتب لهم برضو كل واحد صفحة كده كانت بتعجبهم قوي. شاركت في تكريم عدد كبير قوي لا يقل عن 200 شخصية. في شهداء رفح، مريم ومريم الطفلتين بتوع اللواء نبيل اللي هو اتقتل في كرداسة، نبيل فراج. ناس من الشرطة وناس من الجيش. يعني كان كتير قوي كان معايا الناس يعني مذيعين محترمين برضو. من حظي الحلو كنت بقدم معاهم، كان على رأسهم طبعا الأستاذ أسامة منير، ده حدوته حد محترم قوي. يعني أنا طبعا يعني له تحيه. أنا أفتكر للأستاذ أسامة، يعني أنا ماليش علاقة بيه. أيوة. فقبل الحفل كان في اليوم ده بنكرم حوالي 19 شخصية ومنهم شهداء. فبقول له حضرتك هتقول اسم وانا اقول اسم، يعني من الناس اللي هيكرموا. يعني انا بقول تقديمة للشخصية اللي هتكرم، وبنهي دايما كل حاجة باسم الشخص اللي هيكرم. قال لي لا انا مش هقول. ولقيت العملاق ده وقف وهو بيقدمني انا، حد جميل قوي أسامة. قال انا هقدم لكم حد دلوقتي. اتخانقنا انا وهو قبل اللقاء لانه طلب مني ان انا اشاركه في تقديم الشخصيات بالكلام اللي كاتبه هو. انا قلت له لا، ده الكلام ده كلامك انت واحساسك انت، فمن فضلك قدم وانا هقول الاسم بعد ما تخلص. ودي طبعا حاجه يعني قد ايه يعني تعلم الانسان التواضع، وان الانسان يعني يحاول يظهر عمل الاخرين ومجهودهم بدون ما ياثر عليه ان هو عملاق، ان هو حد جميل وحد. كانت لفته طبعا كويسه أكيد. من اسامه. احنا اصلا معانا مقتطفات او اجزاء من يوم العطاء ومشوار نجم، ممكن تتذاع على الشاشه عشان كل اللي حابين يتفرجوا عليها يشوفوها. بقول ملحمة مش راح تغني عنها سطور، لا يجمعها قصايد ولا تضمها بحور. موهبة بتصنع ضحكة وتخلي الحزين مسرور. الليلة هنحكي فيها حلو الكلام. ابن بلد عاشق للطبقة الشعبية، فلاح النشأة وجذوره من الدقهلية، وطفولة شقية من القلعة للحلمية. خفة دم تشيل الهم وسرها ده خلطة سحرية. شهامة ورجولة ده راجل تمام. نجم النجوم والقمر حواليه، بدر من نور وهالة. زوجة وفية تخاف عليه، طيبة ورقة ويا أصالة. تفرح قلبه وتقرا عينيه. أم البنت واتنين رجالة، رامي وسارة ويا محمد. عيني عنهم مش هتغمض، رسالتي بيتك أنا هرعاه، وراعي فنك ما هي برضه رسالة. بعد يوم العطاء ومشوار حضرتك مع المركز الكاثوليكي ومشوار نجم، في أعمال تاني حضرتك شاركت فيها؟ كان آخر يوم العطاء 2015، يوم العطاء السابع، كان تصادف ان كان حصل موضوع شهداء مصر في ليبيا بتوع المنيا. فانا في اليوم ده كتبت حاجه اليوم باللهجه الصعيدي. كان يوم محدش ينساه اصلا. طبعا يوم صعب جدا. كان يوم صعب. فكتبت حاجه اليوم باللهجه الصعيدي، قدمتها في اليوم العطاء، وكان حضر سيدنا الانبا مكاريوس، هو خد الدرع في اليوم ده. بعد الحفل بشويه كده قعدت افكر طب ليه ما اعملش تمجيد؟ يعني
ما انا اكتب لهم تمجيد. طب ما انا بكتب سير وللناس الفنانين والمشاهير، طب ما انا احاول اجرب اعمل ده معاهم يعني. وكانت الفكره اللي عندي، طب ما هو ناس كتير كتبت ليهم، طب اسمائهم فين؟ وكان ملح جدا عليا ان انا اكتب تمجيد لشهداء مصر في ليبيا باسمائهم ال21. انتهيت منه وانا مش عارف مين ممكن يقوله. اتصلت بصديق ليا فقال لي طب ما نكلم انا حد، المهندس ضياء صبري مرنم وكويس قوي. فلما كلمته وقلت له في التليفون مضمون التمجيد، قال ده بتاعي انا. وبالفعل يعني ربنا وفق، طلع يعني حاجه ليهم. حتى في رغم ان هو لحن التماجيد الحان قبطيه يعني معروفه، وبيتم تركيب اي لحن عليها، بس طريقه التوزيع فيها كان الموزع حد اسمه ريمون صقر، وشويه القانون كان عاملهم استاذ ماجد سرور. في الفرحه يعني كنت تسمعي التمجيد ما تزعليش يعني، فاهم يعني ايه؟ وبعدنا عن المناظر اللي هي ممكن تبكيهم، وكان كلام معزي. والحمد لله نشكر ربنا طلع تمجيد حلو جدا فعلا، وفي قنوات كتير مسيحيه بتذيعه. الحمد لله نشكر ربنا يعني. هي انا بس عايزه اسال يعني، هل الكتابات اللي حضرتك بتكتبها دي بغض النظر عن مهنه المحاماه والكلام ده كله، دي اكتشفتها موجوده هوايه ومن زمان نمتها يعني؟ الموضوع ده بقى وصل مع حضرتك ازاي؟ انا اقول لحضرتك حاجه، انا اصلا يعني من احد قرى اسيوط، ووالدي كان موجود هنا في القاهره من سنه 69 70. انا اترددت على والدي في اجازه الصيف 71 72 رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي، وفي 73 تحديد في سبتمبر 73 كل الاسره جينا استقرينا هنا. فكان طبيعه التجاره اللي هو بيتاجر فيها محل فيه بيشتري الكتب في الصيف يلف فيها حاجه. فكنت بقعد ما عنديش حاجه بعملها الا انا افرز الكتب واقرا. قعدت قريت كتير من الصغر يعني. انا افتكر وانا في تانية اعدادي قريت عوده الروح لتوفيق الحكيم السرابلي نجيب محفوظ بقى، وقبلها كان الالغاز كان بينفعني ده في صياغه مذكراتي القانونيه. لما اقعد اكتب مذكره كانه نص ادبي يعني، فاهم؟ بحس كده بمزاج بقى يعني. اكتب مذكره دفاع بلاقي نفسي بطلع كلام حلو. فابتدت معايا من قريب يعني من 10 سنين ان انا ممكن اكتب حاجات كده، ولقيت الموضوع بيكبر معايا وبيعجب الناس، فده كملت فيه. حلو جدا طبعا، واحنا دايما بنستمتع بجد بالحاجات اللي حضرتك بتكتبها. احنا معانا شهداء ليبيا المديح، لو نشغل جزء منه عشان خاطر مشاهدينا يسمعوه ويشوفوه. بعد كده الاعمال الدينيه، حضرتك شاركت في اعمال دينيه يعني. انا عارفه ان المديح ده يعتبر من الاعمال الدينيه. في حاجات تانية حضرتك شاركت فيها من الاعمال الدينيه؟ هو مش عمل ديني بقدر ما هو عمل، انا بعتبره عمل وطني. كان في يوم للصلاه في يوم 19/9/2015 في بازيليك سانت تريز في شبرا، وكان في كل الطوائف المسيحيه موجودين. فكان ابونا طلب مني نكتب حاجه، فكتبت حاجه اسمها علشانك يا مصر جايين نصلي، نرفع قلوبنا لايدنا نعلي، تنزل دموعنا نصرخ بقوه، احفظها يا رب في اسمك تملي. وكان الفكره جات لي ان انا اتكلم عن مكانه مصر في العهد القديم والجديد. سيدنا ابراهيم جه، ساره، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، العذراء، السيد المسيح، يوسف النجار، كله باركوها يعني. فدي كلها حاجات اختصت بيها مصر عن اي دولة تانية، والله قال كده مبارك شعب مصر. فده اداني الايحاء ان انا ممكن اكتب
بصلاه، وفي نفس الوقت اي حد يقوله يعني عشانك يا مصر جايين نصلي. بالفعل اتكتب بسرعه جدا واتلحن وتوزع، والكورال حفظه في اسبوع، واتعرض في اليوم ده. كان طبعا حاجه كانت جميله حاجة عظيمة أوي. يعني. طبعا حاجه جميله. وكان برضو اللي وزع كان اللي لحنها صديق ليا اسمه جو، لاول مره يعمل حاجه شبه دينيه. جو صاحب فرقه شويه فن. وريمون صقر وزع، وبرضو في شويه تقسيمات للقانون عملهم برضو الاستاذ ماجد سرور. حاجه جميله قوي قوي. حاجات حلوة. هو حماسي، اي حد يقوله يعني، حد بنصرخ يعني، كلنا بنصلي لمصر، واتمنى ان كل الناس تشوفه يعني. لما الحاجة بتخلص وبتشوفها كده زيك زي أي حد قاعد بتتفرج على على الأوبريت مثلا أو بتسمعه في التلفزيون أو حاجة، بتحس بإيه؟ يوم مديح مصر في ليبيا سمعت اوديو بكيت، لان ما كنتش متخيل ان انا ممكن اكتب الكلام ده ويطلع بالطريقه دي ويكون معزي. وكنت عامله وانا بكتبه بقول يا رب يعني، هي حصلت لي حاجه غريبه في المديح ده. انا كنت مكلف ان انا يعني ابحث ورق خاص ببنايه الكنيسه بتاعت شهداء مصر في ليبيا، ورحت سملوط. المهم انا قبل ما يطلع المديح ورجعت، فلقيت حد وحاليا عضو مجلس الشعب في سملوط جاي لي المكتب، وداخل معايا واحد فبيقول لي ده يبقى اخوه فلان من الشهداء وابن اخته فلان. قلت له انا كاتب، كان لسه ما اتلحنش. قال لي ادهوني، قلت له لا، هيجي لك ان شاء الله في CD، وكلكم هيبقى هديه لكل الاسر يسمعوا اسماء ابنائهم قد ايه يعني، موضوع هيكون معزي ليهم. فلما طلع المديح ده انا ما كنتش مصدق ان انا كاتبه، بالفعل بكيت لي. حسيت أصلا بإيد ربنا بتساعدك في الكلمات بشكل رهيب. في المعلومات بشكل رهيب. اللي أنت جمعتها يعني كان شيء، حتى اللي هو الاجنبي الافريقي مثله كمان ذكرت اسمه. أيوة. في المديح. عايزين نسمع طبعا علشانك يا مصر، عشان خاطر برضو الناس تسمعها معانا في كل وتشوفها. وقت نقولنا نصلي لمصر يعني. حلوة قوي نسمعها. في بعد كده أعمال فنية حضرتك شاركت فيها؟ اتعرض لي في 22/12 اللي على مسرح قاعة النيل. كان عمل اوبريت كنت عامله اسمه مصر الامل، وشارك فيه الفنان الكبير الحبوب الاستاذ مجدي شكري، وفريق اسمه فريق الصخرة واخراج جمال المصري. كنت بحاول في ظل السواد اللي عمالين نشوفه كل يوم ندي أمل ندي شوية. امل يعني. فانا اتكلمت، فكرته كانت برضو عن اظهار الجوانب الايجابيه، وانا بطبيعتي يمكن يعني حضرتك متابعه ده، انا بقوم الصبح حتى البوست اللي بعمله صباح الخير بيبقى مميز يعني. بحب كده ابتدي يومي بالامل ويعني ورده جميله وبعمله على فكره على الفوتوشوب في دقيقه يعني. لان بقول كمان حتى لما اصبح على اصحابي مش عايز يبقى صباح عادي يعني، لازم الناس حاجة مخصوصة. تعبت ليهم يعني. وناس كتير يقولوا لي احنا بنقوم الصبح نلاقي اول حاجه نشوفها البوست بتاعك اللي بتنزله، بيدينا طاقه ايجابيه الصبح كده. بس كان مصر الامل جايب نماذج ايجابيه للقاضي، للمحامي، للمهندس، للدكتور، للفلاح، وفعلا كان عرض في القاهرة هنا مرتين 3، واتعرض في المنيا وفي أسيوط، ولقى نجاح، وادوني فيه شهادة تقدير وبتاع وتكريم وكده يعني. فده من الأعمال اللي أنا بعتز بيها، كان حلو خالص مصر الأمل يعني حضرتك عامل حاجات جميلة جدا ولقت نجاح كبير، وناس كتير ممكن ما تكونش تعرف
مين وراها، وممكن يكون النهارده بيكتشفوا لاول مره ان حضرتك مثلا اللي مؤلف حاجه زي كده او انتجتها، او يعني الشغل ده حضرتك مسؤول هو عن. الانتاج عشان ما ادخلش في مشاكل، انا الحاجه الوحيده اللي انتجتها وده كان تبرع، يعني كان شهداء مصر في ليبيا. لكن انا بالنسبه لي يعني حتى الان ولاحقا الكتابات وهوايتي انا بعمل ده ليا، يعني مش حاجه شخصيه يعني، او حاجه كهوايه. يعني لان الحمد لله يعني ربنا يعني ساتر عليا في مهنتي وبدفع الضرائب كامله مش بمزاجي، لان بيتخصم مني من المنبع شهريا، فانا عارف بدفع قد ايه يعني. لا ما هو بعدين الحمد حضرتك لله. محامي يعني، لا مين لا اللي لا, لا اعطي مالي قيصر لقيصر وما لله لله، انا حقي ضرايبي بتدفع وحاجتي، وده موضوع مريحني. انا مرتاح يعني، انا الدخل اللي بيجي لي الحمد لله الدوله بتاخد حقها وانا مبسوط وربنا ساترها والحمد لله. الحمد لله. يعني انا قصدي اني حاجات كتير حضرتك عاملها وفعلا ليها نجاح وناس كتير تعرفها، بس التواضع الفظيع اللي حضرتك بتتكلم لا بيه، وانا تواضع حاسه ان انا بشد الكلام من حضرتك خالص، بجد عشان ده تحكي لنا يعني على الاعمال. لا صدقيني، يعني انا حاسس ان انا يعني حد عادي، يعني لما بيجي لي فكره بكتبها وخلاص، يعني مش هي حاجات فعلا ممكن يكون قليل قوي لما حد بيتكلم عنها، قليل جدا لما حد بيفتكر حاجة او يفتكر او يفكر ان هو يعمل لها او يعمل حواليها دايرة او ضوء عشان تطلع بصورة حلوة. فدي حضرتك انت اللي اهتميت بيها وعملتها واظهرتها للناس. يعني شهداء ليبيا طلع طبعا كذا حاجة، مش هننكر ان في ناس كتير عملت، بس الأكترية ما كانش فيه تسليط ضوء عنها بالصورة الكافية اللي كان المفروض انها تاخد حقها اكتر من كده. برضو مصر ان احنا ندخلها بشكل ديني في اوبريت او حاجه زي كده بشكل ديني مسيحي، دي برضو كانت حاجه مش ناس كتير كمان فكرت وعملت فيها يعني. انا كنت كاتب حاجه في عيد الميلاد اللي فات، يا طفل الميلاد ما كانش مصر بس على فكره، يعني يا طفل الميلاد ما كانتش مسيحي بس يعني، لا كانت كل الدول العربيه. اه اتكلمت فيها عن فلسطين وعن سوريا وعن اليمن وعن ليبيا، كانت صرخه لطفل الميلاد. فانا على قد ما بقدر بالهوايه اللي موجوده عندي، ان قدرت اقدم حاجه بقلمي وبوجداني وبفكري مش هبخل بيها. حاليا بجهز حاجه يعني اوبريت جميل قوي، يعني انا لما انتهي منه هو خلاص على وشك الانتهاء، عن اطفال الشوارع والطفل اليتيم، بتناوله بكل المظاهر اللي موجوده فيه في اوبريت باسم حكايه البت نعيمه. واتمنى يا رب ان رسالتي فيه توصل للناس، لان هو بوجه نداء فيه للكنيسه، للازهر، للمجتمع، لرجال الاعمال، للضمير الانساني، لكل الناس ان لازم ينتبهوا للقنابل الموقوته اللي موجوده في شوارعنا، اللي ممكن الاحصائيات المرعبه اللي بتقول ان الاطفال دول خلاص على وشك الوصول لسن البلوغ ويعدوا ال 15 وال 20 سنه، فدول لو ما تلحقوش هيكونوا مشكله كبيره تصيب مصر. يعني هو الاوبريت اللي حضرتك بتقول عنه ان بتجهزه وده يعتبر حاجه يعني ممكن يكون مفاجاه من مفاجآت الحلقه بتاعتنا النهارده. هو طبعا ده لسه فيعني دي حاجه من ضمن الحاجات اللي ما فيش حد كتير اهتم بيها، يعني ممكن يكون بنسمعها في برامج لكن ما طلعلهاش اغنيه معينه او اوبريت معين او حد اهتم بيها او سلط الضوء هو عليها. كمان الاوبريت يعني وانا كاتبه بالزجل والعاميه، ومن خلال رواه هيقولوه، ناس هيمثلوه بالفعل، وهيكون في اغاني تمس الموضوع ده، صرخات، وحاطط حلول، يعني مش مجرد بلق الضوء على المشكله والحلول ايه اللي ممكن نعملها.
يعني احنا مستنيين بصراحة الأوبريت ده، وأنا مستنياه، وإن شاء الله تبقى قناة الطريق من القنوات الأولى اللي تعرض الأوبريت ده. ان شاء الله. بالنسبة للقناة الخاصة بحضرتك اللي على اليوتيوب، دي كانت مجرد قناة إن حضرتك تعرض فيها الأعمال اللي كنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي، ولا ليها هدف تاني؟ وانا هي فكرتها جت ان انا حابب ان وصل اللي انا بعمله للناس اهلا وسهلا يعني. فانا لاني زي ما قلت لحضرتك انا ابتديت معظمها تكريمات مع المركز الكاثوليكي، والمركز رسالته واضحه، رساله اجتماعيه، رساله فيها بتعلي قيمه العمل اللي بيعلي القيم الانسانيه. يعني هم بيكرموا في الفن الجاد والهادف، وليهم رساله انسانيه. الناس اللي هي كان مسلط عليها الاضواء وبتبعد، محدش بيسال فيها، وبيصابوا بازمات نفسيه، فبجانب انساني ابونا بطرس دانيال الراهب النشط ده بيقوم بالموضوع ده. هو مش فارق معاهم يتعرض ولا ما يتعرضش، يعني هو بالنسبه له يعني ما عندهمش ارشيف بيسجلوا او كاميرات او حاجه بيصوروا بيها. ان صورته قناه اوكي، ما صورتوش خلاص. فانا كنت بنتهز فرصه لو قناه صورت باخد الاعمال دي وبحاول انا كمان انزلها. عايز هي ابتدت معايا بعمل، لقيت الموضوع وصل عدد حوالي 70-80 فيديو، فحبيت ده طبعا، وفي نسبه مشاهده فيه. حضرتك متابع بقى نسبة المشاهدة بتاعتها؟ بحب يعني لو في تعليقات او حاجه كده بحب ادخل اشوف يعني بجد بنتمنى لحضرتك المزيد من التوفيق بجد، سواء في مهنة المحاماة وفي الأعمال الخاصة بحضرتك والهواية. وأنا مبسوطة جدا إن حضرتك ربنا يخليك. أنا كمان مبسوطة شرفتني في بيتنا الجديد بجد. شكرا جزيلا. فرصة سعيدة جدا، وإن شاء الله ما تكونش أول وآخر حلقة لينا، يكون لينا حلقات تانية وأعمال كتير إن شاء الله نتابعها مع حضرتك على الفيسبوك وعلى قناة اليوتيوب. إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا. بشكر كل مشاهدينا. كن معانا النهارده أستاذ ناجح فرج، محامي بالنقد، وكان معانا كمان الأعمال اللي قعد يحكي لنا عنها النهارده وحاجاته جميلة. بشكره جدا، وبشكركم كمان كل مشاهدينا. تصبحوا على ألف خير. بيتنا الجديد يسعدني، يضلل عليه بحبه لينا، طول ما القلوب فيها عمار، هيعمار العش بينا. بيتنا الجديد يسعدني، يضلل عليه بحبه لينا، طول ما القلوب فيها عمار، هيعمر العش بينا. أفراح هتملى أركانه البسيطة، تتبارك بيه أيادينا النشيطة. أفراح هتملى أركانه البسيطة، تتبارك بيه أيادينا النشيطة. عالصخر ثابت بيتنا الجديد.